بمناسبة اللي حصل في سنترال رمسيس، وازاي شفنا ان الخدمة ان كارثة زي كده لما تحصل ممكن تأثر على انقطاع الخدمة بشكل كامل او بشكل مؤقت على شركات وبنوك واماكن حساسة زي البورصة مثلا وغيرها. كنت حابب اتكلم على تجربة كنت مريت بيها من حوالي 9 سنين لما كنت شغال استشاري في واحدة من الشركات في مصر، ولكن هي كانت بتخدم داتا سنتر او مركز بيانات موجود في الكويت، وكان بيخدم واحدة من اكبر الشركات اللي موجوده في الكويت مع عدم ذكر اسمها، ولكن هي كان تحتها مجموعه من البراندات الكبيره جدا وقاعده بيانات مهمه جدا للشركه دي وغيرها كمان من التطبيقات. وكان الداتا سنتر كان حصل زلزال في الكويت سنه 2016 على ما اتذكر. الزلزال ده نتج عنه انقطاع كامل للداتا سنتر، تقريبا كان حصل تسرب لميه في الداتا سنتر وانقطع تماما الخدمه عن الداتا سنتر دي. حابب اتكلم انت دورك ايه كواحد مسؤول عن البنية التحتية في الشركة، اذا كانت داتابيز او نتورك او ابلكيشنز. انت دورك ايه كاستشاري او كحد اكسبرت؟ انا لما دخلت الشركة دي كان فيها 3 مشاكل اساسية، 3 مشاكل كبار. منها واحدة ان ما كانش بيتاخد باك اب تقريبا لاكتر من اسبوع، فول باك اب للداتا بيزز اللي موجودة. وواحدة من اهم اشكال الباك ابس تحديدا نتيجة داتا فايل كوربشن، وهبقى احكي لكم بعد كده في فيديو منفصل يمكن عن الجزئية دي لو حابين. ولكن دي كانت واحدة من المشاكل، ودي كانت مشكلة كبيرة جدا طبعا. المشكلة الثانية هي المشكلة اللي بكلمكم عليها ديت. المفترض ان مصر تبقى الديزاستر ريكفري سايت للداتا سنتر دي. بمعنى ايه ديزاستر ريكفري سايت؟ انا يمكن كنت شرحت في فيديو قبل كده ايه الفرق بين الديزاستر ريكفري سايت وما بين الباك اب. ازاي انت يعني انك انت تاخد باك اب او تبيلد باك اب استراتيجي، وان انت يبقى عندك ديزاستر ريكفري سايت. ولكن حابب اقول لكم يعني باختصار ان الديزاستر ريكفري سايت هو عباره عن داتا سنتر بديله احتياطيه للداتا سنتر الموجود او مركز البيانات الاساسيه اللي انت بتعتمد عليها في خدماتك. اي ما كان مركز البيانات ده بيخدم موجود فيه ايه، اذا كان داتابيزز او اذا كان نتورك او حتى لو مصادر للطاقه اللي بتوفرها للشركه او للداتا سنتر دي. كل المكونات دي ممكن تكون متواجده بشكل متماثل موجود في الديزاستر ريكفري سايت او مركز الخدمات البديل، وممكن يكون مش كل المكونات دي موجوده هناك او كل الكومبوننتس دي موجوده هناك. ولكن بشكل مهم لازم نبقى فاهمين وظيفه الديزاستر ريكفري سايت. وظيفته هو ان انت تحافظ على الخدمه في حاله حدوث كارثه في مركز البيانات الرئيسي. في حاله حدوث كارثه ان انت مركز البيانات البديل ده يجعل الخدمة مستمرة بشكل أو بآخر، أو حتى لو حصل انقطاع ما يبقاش بشكل كبير. وده على حسب نوع البيزنس وحسب الكريتيكاليتي للبيزنس، أو قد إيه هو يعني استمراريته مهمة وشكل البيزنس حساس، أو الخدمات اللي بيوفرها حساسة ومهمة جدا للشركة. انت دورك ايه كانفراستراكشر انجينير؟ انا دي الجزئيه اللي انا حابب اتكلم عليها. لما انا دخلت اكتشفت ان واحده من اهم الكومبوننتس اللي ممكن تخلي الوظيفه الاساسيه للديزاستر ريكفري سايت دي مستمره في حاله حدوث كارثه في المين داتا سنتر، واحده من اهم الكومبوننتس وكانت الميدل وير. والميدل وير ده بيبقى له ميتا داتا، بيبقى له ريبوزيتوري، بيبقى له يعني داتا خاصه بيه، مش منفصلة عن الداتابيز الأساسية اللي موجود فيها بيانات الشركة أو بيانات اللي بتخدم العملاء أو بيانات الخاصة بالتطبيق نفسه. فما كانش بيتاخد باك اب تماما للميدل وير ده، ما كانش سينكد مع المين داتا سنتر. يعني المين داتا سنتر لازم يبقى سينكد مع الديزاستر ريكفري سايت. لو أنا عايز في حال حدوث كارثة في المين سنتر الديزاستر ريكفري سايت يشتغل وبكفاءة ويقدر يوفر لي الخدمة من غير انقطاع، فبالتالي انا لازم يبقى دايما الديزاستر ريكفري سايت ده محدث او بيتم عمل تحديث ليه باستمرار بناء على اي تغييرات بتحصل في المين سنتر. وده ما كانش بيحصل في كومبوننت مهم جدا من الكومبوننتس اللي موجوده. فبالتالي ده كان يعني اول ما بدات اشتغل على الجزئيه ديت ان انا اضمن يبقى التو سايتس، اذا كان المين سايت او الديزاستر ريكفري سايت، كل الكومبوننتس اللي موجوده فيه تكون سينكد، تكون متماثله وما يكونش فيها فروق. وسبحان الله ربنا قدر ان حصل الكارثه ديت. كمسؤول عن بنيه تحتيه في اي شركه انت لازم تبقى مجهز لاسوأ الظروف. لازم يبقى عندك سيناريوهات كامله لاسوأ الظروف اللي ممكن تحصل، والسيناريوهات دي تبقى مجربه. ودي النقطه المهمه جدا، حاجه بنسميها دي ار دريلز او سيناريوهات بيتم فيها عمل تيستنج للديزاستر ريكفري سايت، بتفترض فيها ان ممكن يحصل سيتويشن معين
زي زلزال او حريقه، او يحصل انقطاع كامل، انقطاع مفاجئ، فبالتالي بتكتشف فيه مدى استعداديه الديزاستر ريكفري سايت للانقطاع ده، وبالتالي تقدر ان انت تغطي الخدمه او تخلي الخدمه مستمره، او لو حصل انقطاع يبقى انقطاع محسوب بمعدلات زي الار تي او والار بي او. دي ممكن نتكلم عليها بالتفصيل برضو فيما بعد، ولكن خليني اقولها لكم باختصار. ان انت تقدر تقول ان الار تي او ده هو الوقت اللي اقدر ارجع فيه السيستم يشتغل بعد الكارثه. يعني انا لازم ابقى حاسب الوقت اللي انا السيستم فيه ان حصل كارثه في المين سايت، انا ممكن اخد وقت قد ايه عشان اقوم الديزاستر ريكفري سايت واخلي الخدمه ترجع تشتغل تاني بكفاءه. وكذلك الار بي او، او هو انت بتحسب الفقد اللي ممكن يحصل في البيانات مسموح قد ايه، يعني مسموح بفقد شكله قد ايه، يعني مسموح بوقت معين ممكن تفقد فيه بيانات بشكل قد ايه. وده بيعتمد على معطيات كتيرة جدا بيتم دراستها مع العملاء عشان ومع الناس التقنيين برضو، عشان تقدر تحدد امكانات الديزاستر ريكفري سايت ان هو يقدر يوفر لك البيانات لحد وقت معين، وايه الوقت اللي مسموح ان هو تنقطع فيه البيانات دي او يحصل فيها فقد. طبعا في اماكن حساسه جدا مش ممكن يبقى مسموح فيها اي فقد للبيانات بشكل او باخر، فده بيعتمد على طبيعه البيزنس وعلى الكريتيكاليتي. وكنت زي ما قلت لكم حته الدي ار دريلز دي واحده من اهم النقط اللي انت لازم تبقى بتعملها باستمرار، اللي هي السيناريوهات اللي انت بتفترض فيها انقطاع الخدمه، وازاي الديزاستر ريكفري سايت ده يقدر يكفر الخدمه ديت، او يقدر ان هو يقوم الخدمات اللي كانت بتعتمد على المين سايت اللي حصل فيه الكارثه من غير ما يحصل فيها انقطاع. عندنا انواع كتيره من الدي ار دريلز زي البلاند سويتش اوفر دريل، ودي الشركه بتختار ان هي تنقل التشغيل للديزاستر ريكفري سايت في وقت محدد، وبتختبر فيه الخدمات، استمراريه الخدمات، وان الديزاستر ريكفري سايت بيقدر يكفر الخدمات ديت. وحاله الانتقال من المين سايت للديزاستر ريكفري سايت احنا عندنا حالتين. حاله الفيل اوفر، او ده بيحصل انتقال من المين سايت للديزاستر ريكفري سايت انتقال فوري وتلقائي عند حدوث الكوارث. تلقائي يعني اوتو فيل اوفر، وده يعني ده على حسب طبيعه برضو الانفراستراكشر وحسب طبيعه البيزنس. هل هيتم الانتقال فوري، يعني بيحصل اوتو فيل اوفر وانس ان هو حصل انقطاع في الخدمه ديت لمده معينه في المين سايت، الفيل اوفر بيتم، يعني بيتم انتقال كامل للديزاستر ريكفري سايت وبيعتمدوا عليه في تشغيل الخدمات. ما بيبقاش فيه قرار بشري، او بيبقى فيه قرار بشري، ده برضو بيعتمد على طبيعه البيزنس وبيعتمد على طبيعه البنيه التحتيه للداتا سنتر. السويتش اوفر الانتقال بيبقى مخطط ليه من البدايه، بيبقى لاغراض الصيانه او لاغراض الاختبار كمان. ممكن يقرر ان هو يعمل سويتش اوفر، بيبقى انتقال للخدمات كلها او بعض من الخدمات اللي موجوده في المين سايت للديزاستر ريكفري سايت، زي ما قلنا لاغراض الصيانه او الاختبار. قلنا حته مهمه جدا الدي ار دريلز، ان احنا لازم يبقى في سيناريوهات مكتوبه وموثقه، لازم تبقى دوكيومنتد، يبقى في دوكيومنتس بتغطي كل السيناريوهات ديت المحتمله اللي فيها بعمل سويتش اوفر او فيل اوفر من المين سايت للديزاستر ريكفري سايت. زي ما قلنا مهم جدا ان انت تعمل سكاننج، تعمل دراسه لكل المكونات اللي موجوده في المين سايت، وايه اللي انت محتاج، ايه السيرفيسز او الخدمات اللي انت محتاج ان هي تبقى بتشتغل، ايه الوقت اللي هتحتاجه عشان تنقل من المين سايت للديزاستر ريكفري سايت، ايه السيكونس اللي انت بتمشي فيه عشان تعمل عمليه النقل دي. كل الكلام ده لازم يبقى دوكيومنتد، وهقول لكم على اهم الدوكيومنتس اللي انت بتعتمد عليها للديزاستر ريكفري سايت او الداتا سنتر بشكل عام عشان تعمل عمليه النقل. جاهزيه الديزاستر ريكفري سايت بتعتمد على حاجات مهمه جدا، اهمها انك انت تختبر الديزاستر ريكفري سايت من غير اختبار كانك ما عملتش حاجه، تغطي كل السيناريوهات المحتمله لعمليه الانتقال اذا كان فيل اوفر او سويتش اوفر، ويكون كل الكلام ده دوكيومنتد ومحدد فيه كل التيمز او كل الفرق اللي مسؤوله عن عمليه السويتش اوفر او الفيل اوفر من المين سايت للديزاستر ريكفري سايت على حسب كل كومبوننت موجود في الداتا سنتر.